السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا متابعي قناة جهازك عندنا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة جميعا إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع محير لبعض الناس شوية. هنتكلم عن إيه الفرق ما بين الغسالات الفوق أوتوماتيك والغسالات الفول أوتوماتيك. هنعرف النهاردة إن شاء الله إيه مميزات كل واحدة وعيوبها. هنحاول على قد ما نقدر نوصل لكم المعلومة إن شاء الله بإذن الله. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك. نبدأ على طول عشان ما نطولش عليكم. هنبدأ إن شاء الله بالغسالات الفول أوتوماتيك أو زي ما الناس بتسميها الغسالات الفتحة الأمامية. الغسالات الفول أوتوماتيك يا جماعة من أول مميزات فيها إنها تنظيفها كويس جدا، بالذات لو كانت ماركات عالية. الغسالات الفول اوتوماتيك يا جماعه بيكون فيها سخان داخلي، مش هيحتاج اسخن ميه زي الغسالات الفوق اوتوماتيك، ودي ميزه كويسه جدا لو انا احتاج اغسل بميه سخنه وكده. عدد البرامج بيكون اكتر بكتير من الغسالات الفوق اوتوماتيك. البرامج بتكون الابيض لوحده، الالوان لوحده، والملابس القطنيه لوحدها. بعض الغسالات بيكون فيها برامج غسيل بالبخار ستيم وكده، ودي برضو ميزة بتكون كويسة جدا. بعض الغسالات الحديثة بيكون فيها برامج تعقيم، ودي برضو ميزة مش هنلاقيها في الغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضه من المميزات الكويسة جدا في الغسالات الفول اوتوماتيك استهلاك المية بيكون اقل بكتير من الغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضه من المميزات الكويسة جدا في الغسالات الفول اوتوماتيك انها ينفع يتقفل عليها المطبخ من فوق. لو مثلا هنحط رخامة او كده، وفي نفس الوقت مش هحتاج اني اسيب مكان فوقيها عشان خاطر الباب زي الغسالات الفوق اوتوماتيك. قوة التنظيف بتكون اعلى واقوى من الغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضه يا جماعة قوة العصر بتكون اعلى واقوى من الغسالات الفوق اوتوماتيك. عدد اللفات يتراوح من 800 لفة ل 1400 لفة في الغسالات الفول اوتوماتيك اثناء العصر. ودي ميزة كويسة جدا عشان خاطر الهدوم تطلع على الكوي على طول، او مثلا تحتاج مثلا ربع ساعة او نص ساعة عشان تنشف وكده. لكن الغسالات الفوق اوتوماتيك الى حد ما ممكن تحتاج مثلا ساعة ونص ساعتين عشان خاطر ابدأ اكويها وكده. وبرضه من المميزات الكويسة جدا في الغسالات الفول اوتوماتيك ان بعض الموديلات فيها بتنزل بمجفف، ودي حاجة كويسة جدا عشان خاطر الهدوم محتاجش ان انا انشرها او استنى او كده. بعض الغسالات الحديثة بيكون فيها برامج بربطها على الموبايل اثناء التشغيل والقفل وكده. دي كل المميزات بتاعة الغسالات الفول اوتوماتيك. طيب بالنسبة للعيوب، اول عيوب الغسالات الفول اوتوماتيك ان اسعارها غالية جدا بالمقارنة بالغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضه من عيوب الغسالات الفول اوتوماتيك ان مش كل الناس هتقدر توطي على الباب، بالذات الناس اللي عندها مشاكل في الظهر وكده. وبرضه من عيوبها المسحوق الاوتوماتيك بيكون غالي حبتين عن المسحوق العادي اللي انا ممكن استخدمه في الغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضه من عيوب الغسالات الفول اوتوماتيك استهلاكها للكهرباء العالي، بسبب ان مدة الدورة فيها او البرنامج فيها ممكن يقعد لثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص وهكذا. وبرضه من العيوب بتاعة الغسالات الفول اوتوماتيك انها بتكون الى حد ما صعبة شوية في الاستخدام، مش سهلة مع كل الناس. دي حضراتكم كل المميزات والعيوب بتاعة الغسالات الفول اوتوماتيك. دلوقتي ندخل على الغسالات الفوق اوتوماتيك. نبدأ نتكلم عن عيوبها ومميزاتها. الغسالات الفول اوتوماتيك يا جماعة غسالات كويسة خالص، غسالات كويسة جدا، ناس كتيرة بتشكر فيها لأسباب كتيرة. أول حاجة سهولة الاستخدام، سهلة جدا في الاستخدام. عدد الزراير بتاعها بيكون أقل من الغسالات الفول اوتوماتيك، وفي نفس الوقت عدد البرامج بيكون أقل، فبتكون سهلة في الاستخدام. برضو من المميزات بتاعت الغسالات الفوق اوتوماتيك ان ينفع استخدم فيها مسحوق عادي او مسحوق اوتوماتيك زي ما انا حابب. لو انا حابب ان انا اوفر وما استخدمش مسحوق اوتوماتيك ممكن استخدم مسحوق عادي جدا، مفيش اي مشكلة. تالت حاجة من مميزات الغسالات الفوق اوتوماتيك ان الواحد مش هيحتاج يوطي وكده، عشان خاطر لو حد عنده مشاكل في الظهر مش هيحتاج يوطي، لان كده كده الباب بتاعها بيكون من فوق زي ما حضراتكم شايفين. وبرضو يا جماعة من مميزات الغسالات الفوق اوتوماتيك ان انا ينفع افتح الباب، اضيف هدوم مثلا او ازود هدوم او ازود مسحوق، او ابص على الهدوم مثلا لو انا حابب ان انا ابص على الهدوم اشوفهم التنظيف بتاعهم بدأ يبقى كويس ولا محتاجين وقت اكتر. دي برضو مش هنلاقي الميزة دي موجودة في الغسالات الفول اوتوماتيك. مش هينفع افتح الباب بتاع الغسالة غير لو الدورة بتاعت البرنامج خلصت خالص. وبرضو من مميزات الغسالات الفول اوتوماتيك انها ارخص بكتير في السعر من الغسالات الفول اوتوماتيك. لو هنقارن
بالكيلو. وبرضه من مميزات الغسالات الفوق اوتوماتيك ان تصليحها بيكون اسهل، قطع غيارها بتكون ارخص ومتوفرة، غير الغسالات الفول اوتوماتيك بتكون قطع غيارها اغلى بكتير بالمقارنة بقطع غيار الغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضه ما ننساش يا جماعة من مميزات الغسالات الفوق اوتوماتيك ان بيكون متوفر منها الغسالات الأحجام الكبيرة من 15 و17 وفوق وكده، لكن الغسالات الفول اوتوماتيك ما بيكونش متوفر منها الأحجام الكبيرة دي. برضو في ناس بتبقى عايزة تشتري غسالات بأحجام كبيرة وكده، على طول هتروح تشتري غسالة فوق اوتوماتيك، لأنها مش هتلاقي غسالات فول اوتوماتيك أحجام كبيرة. حتى لو لقيت غسالات فول اوتوماتيك أحجام كبيرة هيكون سعرها اوفر جدا، يعني هيكون سعرها غالي قوي بالنسبة بالمقارنة بالكيلو في الغسالات الفوق اوتوماتيك. وبرضو يا جماعة من مميزات الغسالات الفوق اوتوماتيك ان بيكون استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون اقل بكتير بالمقارنة بالغسالات الفول اوتوماتيك. وده بيرجع عشان خاطر ان دورة الغسيل في الغسالات الفوق اوتوماتيك بيكون اقل بكتير من دورة الغسيل في الغسالات الفول اوتوماتيك. طيب بالنسبة للغسالات الانفرتر في الفول اوتوماتيك والفوق اوتوماتيك، برضو الغسالات الفوق اوتوماتيك الانفرتر هتوفر اكتر في الكهرباء عن الغسالات الانفرتر في الفول اوتوماتيك، عشان خاطر برضو فترة الدورة بتاعة الغسيل بتكون اقل في الوقت من الدورة بتاعة الغسيل في الغسالات الفول اوتوماتيك دي. حضراتكم كل المميزات بتاعة الغسالات الفوق اوتوماتيك. هنبدأ دلوقتي نقول لكم على عيوب الغسالات الفوق اوتوماتيك. اول عيب موجود في الغسالات الفوق اوتوماتيك ان ما فيهاش سخان. بعض الناس بتعتبر ان الموضوع ده عيب كبير جدا، ولكن انا رأيي الشخصي ان هو عيب صغير مش كبير خالص، لان الغسالات الفوق اوتوماتيك بيكون فيها مدخلين بارد وسخن. ودي برضو هتوفر عليا ان الغسالة يكون فيها سخان وممكن يعطل وبوظ وكده. هيوفر عليا بدل ما انا اشتري غسالة فول اوتوماتيك ويكون فيها سخان وكده، لا، هي فيها مدخلين عادي جدا. ممكن اسحب واصلة من السخان كأنها حنفية واسحب لها مية سخنة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. تاني عيب موجود معانا في الغسالات الفوق اوتوماتيك ان ما ينفعش اقفل عليها المطبخ من فوق زي الغسالات الفول اوتوماتيك عشان خاطر الباب بتاعها وكده. وبرضو من العيوب بتاعة الغسالات الفوق اوتوماتيك ان لوحة الكهرباء بتاعتها او البوردة بتاعتها بتكون من فوق، فبتكون معرضة للتلف وكده، عشان خاطر الهدوم هي وخارجة والمية وكده والطرطشة وكده، فبتكون معرضة ان هي بتبوظ بسرعة. دي حضراتكم كل المميزات والعيوب بتاعة الغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات الفول اوتوماتيك. يا رب نكون عرفنا نوصل لكم المعلومة كويس ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو نضغط لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.